اللي المتحف قايم عليه الآثار دي لحد دلوقتي. وللأسف كده مصر خسرت أول مقتنيات لأول متحف ليها. في الوقت ده جه هنا لمصر أوجست ماريات. ماريات ده كان بيشتغل في متحف اللوفر وجاي علشان يشوف بورتريهات الفيوم ويشتري برديات وحاجات كده في مصر. المهم لما هو جه من البعثة بتاعته هنا من فرنسا لمصر، فهو بيتفسح بقى في سقارة وابو الهول والأهرامات، انبهر بالأهرامات وبالآثار المصرية، وعرف وهو بيحكي مع الناس كده ان هم لسه بيحفروا وبيطلعوا آثار وعارفين أماكنها، بس هم ما كانوش عندهم قيمة للأشياء الحجرية، يعني شايفين ان احنا عادي نقدر نعمل زيها. كانوا دايما بينقبوا علشان يسرقوا الذهب والمجوهرات. وعلى فكرة حكاية تنقيب عن الآثار دي لسه موجودة، حكاية السرقة دي زي المسج اللي بتجيلك الحق مش عارفة لقينا كنز تعالى عشان نشوف حد أمين يصرفه. بس الحمد لله ان في دلوقتي تقنين وبيتقبض عليهم بسرعة. المهم ماريات باشا راح باعت لللوفر وقال لهم ايه، سيبكوا بقى من البرديات والحاجات دي وخليكم في الحفريات، ابعتوا لي بعثة وتمويل مالي علشان اقدر اعمل الحفريات دي. وفعلا بعتوا له التمويل وسابوه يعمل التنقيب بتاعه، وحفر في سقارة طلع منها لوحدها حوالي 6000 قطعة. وعمل ايه؟ راح مهربها في صناديق على فرنسا، وكده خسرنا برضو المجموعات الأثرية دي كلها.